كل يوم أنا باشوف جريمة قتل شكل، أنا بيتهيأ لي أنا لو متابعة شوية يعني وداخلة في موضوع السوشيال ميديا أكتر من كده شوية، هالاقي كل ساعة جريمة قتل أو كل ثانية جريمة قتل، كل يوم بنت ناس بتموت. أنا ما أعرفش إحنا يعني إيه، يعني أنا عايزة أفهم كل اللي ضايقك اقتله ده والّا إيه مش فاهمة. كمّلي الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة القناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينولك كل اللي في بالك، يالّا تعمل متابعة القناة. آخر حاجة يا جماعة سامعاها امبارح إن في بنت من طنطا لقوها مقتولة ومتكتفة ومربوطة في ملاية ومرمية في طنطا، ديّة ذنبها إيه؟ وبنت جابوا صورتها ما شاء الله بنت جميلة ومش باين عليها الأدب يعني وكده، ويعني تقريبًا في سِن جامعة. ولمّا قبضوا على اللي عمل كده طلع ولد ويعتبر برضه في سن الشباب وبتاع، الله أعلم إيه اللي كان بينهم، إيه اللي وصّل لكده. اللي أنا عايزة أقوله يا حبيبتي إن أنتِ ما تثقيش في أي حد بالسهولة دي، لا زميلتِك، يعني اختاري زمايلِك صح، حتى لو بنات اختاريهم صح، ما تنجرفيش ورا أي كلام عيّل صايع ما لوش أي 30 لازمة في الحياة وتمشي ورا كلمتين هبل. طول عمر البدايات حلوة في الجواز وفي الخطوبة وفي الجيران وفي الزمالة، إنما لمّا بتعاشري البني آدم بيطلع حاجة تانية خالص. حتى يعني حتى في علاقتِك مع في الجار نفسه، بيبقى في الأول حلو بعد كده بتبدئي بقى إن أنتِ تكتشفي كل يوم حاجة جديدة. خافي على نفسِك، خافي على خافي على باباكِ اللي كل يوم طالع من الصبح لحد آخر اليوم طالع عينه وعين أهله في الشغل، خافي على والدتِك، خافي على سمعة إخواتِك اللي سواء بنات، خافي على إخواتِك الولاد، خافي يا حبيبتي على الكلام ده كله، عزّزي نفسِك، عزّزيها لدرجة إن أنتِ توصّليها للسما. اللي عايزني يخش البيت من بابه، اللي عايزني هو اللي هيبقى خايف عليَّ مش يقتلني. أدي واحدة هي دفعت حياتها تَمَن يمكن يعني لمجرد إنها مشيت مثلًا ورا مثلًا كلمتين هبل من عيّل صايع ما لوش أي 30 لازمة في الحياة، ده واحد صايع، الله أعلم خَد منها فلوس، الله أعلم ضحك عليها، الله أعلم ورّطها في حاجة، الله أعلم الله أعلم إيه اللي حصل، بس اللي أنا أعرفه إن هي ماتت. يعني ما فيش بعد كده خلاص هي حياتها انتهت على كده، المفروض أصلًا لسه حياتها هتبتدي بقى تشوف حياتها وتكوّن أسرة وتشتغل وتشوف حياتها بقى، لإن اللي فات ده كلّه كان يعتبر بالنسبة لها طفولة، اللي أنا أعرفه إن حياتها انتهت من قبل أصلًا ما تبدأها. فيا جماعة لو سمحتوا يا بنات اختاروا صح، اختاري صح يا حبيبتي، اختاري زميلتِك، اختاري معارفِك، اختاري كل حاجة في حياتِك صح، اتكلمي مع والدتِك، اتكلمي مع أختِك، حتى لو طريقتهم ما بتعجبكيش بس ما فيش أكتر منهم هيحبِّك ويخاف عليكِ، وهو الوحيد اللي هينصحِك صح.